بالنسبه للصيام تاع الناس اللي تعانيوا من ارتفاع ضغط الدم، هناك جوج الحالات. الحاله الاولى تكون فيها ارتفاع ضغط الدم مستقر، والحاله الثانيه تكون فيها ارتفاع ضغط الدم غير مستقر. بالنسبه للحاله الاولى تكون الطونسيون مستقره، يعني الطونسيون ولات عاديه ومستقره في المستوى اللي بغينا بالنسبه للمريض. ففي هذه الحاله يمكن للمريض يصوم، ولكن هنا تنهضر على الطونسيون اللي تكون بسيطه، دونك ما عندهاش مضاعفات. دونك المريض ما تكونش عنده امراض مزمنه اخرى، لان كل مرض مزمن عند المريض يمكن له يخليه ما يصومش. الحاله الثانيه تكون الطونسيون غير مستقره، مازال طالعه، ما قدرناش نتحكموا فيها، فمن البديهي انه المريض ما خصوش يصوم. وإلا سمحنا للمريض انه يصوم، خصو يراقب راسو، يراقب الطونسيون نتاعو باش يتاكد انها عاديه. وإلا حس بها طالعه، مثلا حس بحريق الراس، صفار الودنين، الدوخه، خصو يستشير طبيب القلب ديالو.